ارك ريدرز لسه منزله تفاصيل الابديت الجديد، فلاش بوينت هيكون عندنا اسلحه جديده، ماب كونديشنز جديده، وعندنا برضو ارك انمي جداد. يلا بينا اوريكم ايه اللي موجود في الابديت. اول حاجه هنتكلم عليها الاسلحه الجديده. بعد طول انتظار اخيرا نزلوا اسلحه جديده. اول حاجه هيكون عندنا الكانتونا، ده سلاح اس ام جي للكلوز كوارترز. وبعد كده هيكون عندنا الدلابرا دوت، هيكون شوت جن بس مخصص ميلي اكتر للارك انميز. وتاني حاجة عندنا في الابديت ماب كونديشن جديدة زي الهوريكين والكولد سناب، بس دي مينلي اكتر هيكون لوت اقل، بس اللوت متجمع في حتة واحدة. فخلينا بكرة نشوف مع الابديت هتكون متنظمة ازاي، ويا ترى اللوت هيكون مستحق ان احنا نخش المدعكة دي ولا ما يستحقش بعد كل ده. وتالت حاجة عندنا الفرخة، دلوقتي بقى ينفع تأكله، وبعد ما بتأكله كشكر منه هيديك لوت احسن وهيديك ماتريال اكتر. ورابع حاجة عندنا الشريدر، بعد ما كان موجود في ستيلا مونتس بس دلوقتي هيبقى موجود في أكتر من ماب، فخلي بالكوا وانتوا في التوب سايد. وخامس حاجة ضافوا منيو جديد ان انت بتقدر تكرافت منه الايتمز بتاعتك، سواء شيلز او اسلحة او ايا كان ايه الحاجة اللي انت عايز تعمل لها كرافت. وده طبعا هيسهل لنا ان احنا نلعب جيمز اكتر في وقت اسرع. وبكده نكون لخصنا اهم الحاجات اللي نازلة في الابديت بتاع بكرة بتاريخ 31/3. والسلام عليكم.